كتير بعتولي اعمليها يا اسماء، اعمليها يا اسماء. اديني عملتها وكانت الصدمة. يلا على السريع ندخل كده بالمقادير ونبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. معايا 2 بيضة، معايا كوباية سكر، معايا رشة فانيليا او 2 باكيت فانيليا كده معايا زي الفل. معايا ربع معلقة صغيرة من جوز الطيب او بشرتين كده، حوالي ربع معلقة صغيرة. ومعايا كمان معلقة صغيرة من القرفة وربع معلقة صغيرة من الزنجبيل الناعم. معايا هنا تلت كوباية زيت وكمان رشة ملح، وبالمضرب بقى الكهربائي او السلك العادي هنضربهم كويس جدا. كده المقادير 2 بيضة، كوباية سكر، تلت كوباية زيت، معلقة صغيرة قرفة، ربع معلقة صغيرة زنجبيل بودر، وربع معلقة صغيرة جوز الطيب، رشة ملح، 2 باكيت فانيليا دريم، وهضربهم كويس جدا مع بعض. خلاص كده الخليط معايا ريحته قمر، اللهم بارك. معايا بقى كوباية من البطاطا المهروسة الناعمة جدا، هي حجم بطاطاية واحدة كبيرة، سلقتها وقشرتها ونعمتها كده تنعيم كده بالمعلقة أو بالشوكة. معايا كوباية وربع من الدقيق، عليها بقى معلقتين صغيرين من كيك شيف. كيك شيف ده هتعملي أحلى كيكة بطاطا في مصر. كيك شيف يا بنات بيخلي الكيكة هشة ونافشة وطرية من غير فراغات، اللهم بارك، معروف أصلا، جربته في جميع وصفاتي، اللهم بارك، نمبر 1. منتجات على فكرة يا بنات دريم مصرية 100%. يلا بقى نعجنهم كده في اتجاه واحد. كده معايا المقادير والخليط اللهم بارك زي الفل. قوامها يعني تحس ان هو تقيل شوية. ألم بقى كده المقادير زي الفل معايا. يلا بقى نجهز الصينية بتاعتنا، دي أصغر صينية في الطقم، مع رشة زيت كده، دهنة زيت حلوة بالفرشة، وننزل بقى بالخليط بتاعنا. أنا شغاله معاكم في قلب الكيك، شغلت الفرن بتاعي علشان يدفى شوية. ننزل بقى كده بالخليط بتاع الكيك ونسويه كده، وبعمل حركة حلوة قوي اللي هي الخشبة بتاعت الشيش طاووق كده بالشكل ده، بتخليها تطلع مسطحة حجم واحد، ما تبقاش حتة عالية وحتة هابطة. اللهم بارك. على درجة حرارة 170 في الرف الأوسط. عايزة أقول لكم ريحتها تجنن. انتوا شايفين كوباية وربع دقيقة عملت لي حجم قد ايه؟ اللهم بارك. طرية كده ملبن ونفشة حرفيا. النوع الكيك شيف ده يا جماعة حلو قوي، اللهم بارك. بصوا بقى كده قلبها من جوه طرية ونفشة، وريحة المقادير قمر، ما تقلقوش من القرفة والبطاطا، ومغذية جدا. عايزة بصوا لسه سخنة على فكرة. بصوا بقى ايه رأيكم؟ كوباية وربع دقيقة عملت لي صينية، اللهم بارك، ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا طرية ازاي. يلا بقى جربوها على طول، مش هتاخد منك وقت خالص. والمقادير سايباها لكم في صندوق الوصف، وكمان هثبتها في اول التعليقات. الله على الجمال، وما شاء الله كده القطمة منها طرية وهشة كده وخفيفة جدا مش تقيلة. كيك شيف بيخلي الكيكة هشة جدا ونافشة، ومن جواها بقى كده طرية ومن غير فراغات. يلا جربيها وقولي لي ايه رأيك، وقولي لي بقى بتتابعيني من انهي بلد. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في حفظ الرحمن. سلام عليكم.